عائشه معانا النهارده. خلوني اقول لكم انا ليه مش بسمح لاي حد انه يمد ايده على بنتي. تمام. يا جماعه في ناس بتمد ايدهم على اطفال في سن عائشه واصغر من عائشه كمان. عائشه عندها 9 شهور، يعني لسه ما جابتش السنه. حتى لو بهزار بينفعلوا من تصرفاتهم، لان هم تصرفاتهم دلوقتي لا اراديه. ممكن تخبط حاجه، توقع ميه، تبهدل الدنيا، تقعد تلعب في الاكل على الارض، فهم غير مدركين في السن ده لسه. ففي ناس بتتعصب بيكونوا مش فاهمين كويس. المهم مش بسمح لحد يضربها، هقول لكم ليه ولو سمحت ده بيسبب بايه. ومش بسمح برضو، بس يا شوشو، مش بسمح برضو ان حد يبوسها غصب عنها، يحضنها غصب عنها، او يخليها تعمل اي حاجه وهي مجبره. لانه في ناس من القرايب بياخدوا الطفل او البيبي يبقوا مبسوطين بيه، فعايزين يبوسوه او يحضنوه، والطفل رافض، فيقعدوا يقربوا عليه ويشيلوه بالعافيه ويحضنوه بالعافيه ويبوسوه بالعافيه. واقول لكم ده بيأثر ازاي على البيبي. مبدئيا لو هي اتعودت ان حد يضربها او يمد ايده عليها او انه يخبطها بطريقه عفويه لانه متعصب منها، بس يا شوشو، او لانها عملت مثلا حاجه غلط او وقعت حاجه او كده، ده هيعودها ان هي ملهاش مساحه خاصه. يعني اتس اوكي ان اي حد يمد ايده عليها في المستقبل، وده مش اوكي خالص، ولا حتى لو هي كبيره قد ايه ولا صغيره ولا مش مسموح. ممكن تصبري؟ الطفل عايز معامله خاصه. لو هي اتعودت ان حد يمد ايده عليها، يبقى هي هتتعود ان هي مساحتها الشخصيه، الحدود بتاعه المساحه بتاعتها مباحه عادي انه اي حد يخترقها في اي وقت، واهلا وسهلا. بعد كده هيعودها تتضرب من اخوها، من ابوها، من جوزها، من اي حد، الموضوع عادي. فهي تتعود بعد كده انه عادي ماما تضربني، تيتا تضربني، بابا يضربني، اي حد يضربني. الضرب ده شيء طبيعي. تبقى عنيفه، تضرب اي حد حواليها، اي حد يكلمها، حد كبير يخبطها فتقوم خبطاه، فتتعود على قله الادب مبدئيا. تاني حاجه تتعود ان هي مخترقه بشكل طبيعي عادي، وان ملهاش حدود، ملهاش مساحه شخصيه تتحكم فيها، وان اي حد ممكن يقرب لها عادي. وده ممكن يحصل بعد كده في الحضانه، تلاقي بنتك اتضربت، اتهانت، حد قرب لها، في ولد ضايقها، عمل لها حاجه، وهي ما تعرفش ان ده غلط، ما تعرفش ان ده عيب، فما تجيش تعرفك، فتكتشفي بعد كده بلاوي. وده موجود كتير. وحتى لو راجل كبير او حد عنده مرض نفسي وقرب لها، مش هتيجي تقولك، لان هي متعوده انه ملهاش مساحه شخصيه اوريدي. تمام. وده منتشر دلوقتي، لان الامراض النفسيه منتشره جدا جدا. وبجد حافظوا على اولادكم من النقطه دي. ان انا ليه مش بحب حد يلمسها او يبوسها او يحضنها بالعافيه؟ لان هي ليها حق انها ترفض يحضنها غصب عنها او يبوسها غصب عنها، حتى لو خالها، لو عمها، لو اي حد قريب منها. لو باباها نفسه ما ينفعش يبوسها او يحضنها غصب عنها لو هي رافضه. لو انا شخصيا ما بقدرش اقرب لها لو هي رافضه ده. ازاي بقى الطفل يتعلم لو عمل حاجه غلط ازاي من غير ما نضربه او نضايقه؟ والطفل بعد 6 شهور بيقدر يفهم كلمه لا. يعني ممكن ناخد ايديها ونجيب المنشفه ونحاول ننشف الميه اللي وقعتها ونفهمها بتتعمل كذا. لما يعمل التصرف الغلط ناخد بايده ونعرفه التصرف الصح. هو ما كانش يعرف التصرف الغلط انه غلط، بس لما وريناه التصرف الصح عرف ان ده الصح. فبعد كده هيحاول يعمل الصح ده مرة والتانية والتالتة، هيعرف ان هو ده الصح وهيعمله. ولما يغلط هناخده بالراحة ونعرفه انه لا يا حبيبي مش بتتعمل كده، بتتعمل بالطريقة دي، فهيفهم. بالراحة على ولادكم. الدنيا اتطورت والانترنت ما خلاش، فما فيش مبرر خالص يخلينا نتعامل مع ولادنا بنفس الاسلوب اللي اهلنا اتعاملوا معانا بيه، خاصة لما يكون كان في حاجات كتير هم مش فاهمينها وما كانش عندهم الفرصة انهم يفهموها ويتعلموها. ولو كان عندهم الفرصة انا واثقة ان اهالي كتير كانت هتغير معاملتها وطريقتها مع ولادها.